الصيام. الصيام سحر، الصيام معجزة، وقد الصيام التي لن يخبرك عنها الأطباء. الصيام عليه إشاعات كتيرة جدًا، وفكرة بقى كُل اللي أنت عايزه، كُل حلويات وكُل أي حاجة، بس أهم حاجة إنك تصوم، ولمّا هتصوم جسمك هيحرق كل الكلام ده. طبعًا ده بيرجع للمنظور الديني بتاعنا، لإن إحنا يعني معظمنا مسلمين ومسيحيين. إحنا مثلًا كمسلمين في رمضان طول الشهر صايمين، بناكل غالبًا وجبة لوجبتين، اللي هو الفطار والسحور. بنقعد بقى طول الشهر ممتنعين طبعًا عن كل أنواع الأكل وكل أنواع الشرب. بالنسبة لإخواتنا المسيحيين، ففي أنواع كتير من الصيام، في مثلًا صيام الأربع والجمعة، في الصيام اللي هو قبل عيد الفصح. فإخواتنا المسيحيين مثلًا بياكلوا بقوليات، نباتات، بيمتنعوا عن البروتين تمامًا. فالموضوع ده له تأثير بسبب الطابع الديني في حياتنا، ودي مش حاجة وحشة. لكن الفكرة إن إحنا بنحمّل الحاجة اللي المفروض ليها طَبع وفايدة روحانية، مش فايدة بيولوجية بس. يعني أوكي ماشي، ممكن الخلايا السيئة أو الخلايا المُضرة في الجسم، لمّا بيبقى الجسم في مرحلة الsurvival mode أو مرحلة الجوع يعني starvation، عملية الautophagy تشتغل، يعني الخلايا الميتة أو الضعيفة أو مش كويسة يحصل لها تآكل ذاتي أو self death، الجسم بيستخدمها كوقود للطاقة. فترة الصيام بتعمل لك عجز في السعرات، بتقعد فترة طويلة ما بتاكلش. جميل، إيه ده؟ ما الصيام زي الفل أهو، ماشي. بس ركّز معايا بقى، إن أنت تفضل صايم 20 ساعة في اليوم، وتيجي في آخر 4 ساعات تاكل كمية حلويات وتاكل لحوم كتير ورز ومكرونات وبيتزات وعيش، والمحصلة النهائية إيه؟ إنك دخّلت كَم كبير جدًا من السعرات، أكتر من اللي جسمك بيحرقه، اللي هو الbasal metabolic rate بتاعك. وصلت برضه لمرحلة الcalories surplus. عشان كده معظمنا في رمضان بنفضل صايمين طول اليوم، بس بندبّها دَبّة بنت كلب ساعة الفطار، نبقى أصلًا مش قادرين نصلّي، وكل واحد كرشه قدامه مترين، وتم تعبئة الكرش بنجاح. في الآخر بنطلع من رمضان تخان.